حاجتين هيفرقوا جدا في حياتك لو عرفت معناهم صح، وهم الصحة والوقت. النهاردة يا صديقي أنا جاي أكلمك عن أهمية الصحة والوقت في حياتك، وقد إيه هم هيأثروا على حياتك بالإيجاب أو السلب. الوقت هو موتور حياتك، يعني لو أنت استغليت وقتك صح هتقدر من خلاله تجيب فلوس. يعني مثلا وقت الفراغ لو انت استغليته ان انت تتعلم فيه المهارات اللي بتخلي فعلا الناس تجيب فلوس الفترة دي، انت كده هتبدأ تنمي حياتك المادية وتبدأ تجيب فلوس باستغلالك للوقت ده. لان الوقت الفراغ هو عدو الانسان، لو انت سلمت نفسك ليه هيدمرك، هيخليك تفكر في افكار سلبية وتدمر حياتك. فانت بتستغل الوقت ده ان انت تنمي فيه مهارة تبدأ تجني لك فلوس قدام. والصحة اهميتها ان هي تخليك تحافظ على الفلوس اللي انت جبتها باستغلال الوقت ده. لو انت صحتك سليمة ومحافظ عليها مش هتصرف فلوسك على امراض او على ادوية او حاجة، انت هتهتم بصحتك جدا، وخصوصا صحتك النفسية، لان صحتك النفسية هي اصلا اللي هتكون الدافع والطاقة اللي هتخليك تبدأ تستغل وقت فراغك ده او وقتك انك تنمي مهاراتك وتبدأ تكسب منه فلوس. ولو عايز تعرف فعلا اهمية الصحة زور المستشفيات، انزل شوف المستشفيات وشوف في عيون المرضى اللي جواها قد ايه هم في احتياج للصحة، وقد ايه ان انت في نعمة عظيمة لازم تدركها علشان تفضل محافظ عليها. فزي ما قلت لك الصحة والوقت هما العمودين اللي انت هتبني بيهم حياتك. فوقتك استغله صح، اتعلم فيه مهارات جديدة تقدر من خلالها تكسب فلوس، من انك تشتغل اونلاين او تتعلم فيه مهارات اللي الناس بيبداوا يشتغلوا بيها ويجيبوا فيها فلوس زي الديجيتال ماركتنج وغيرها. والصحة لما تهتم بصحتك وتحافظ عليها هتحافظ على الفلوس دي، مش هتصرفها على الصحة او على التعب او على المرض او على اي حاجة تانية. وزي ما قلت لك جرب تزور المستشفيات، ساعتها هتعرف فعلا قيمة الصحة. افتكر دايما يا صديقي الصحة والوقت هما الوجهين بتوع العملة اللي هتقدر من خلالها تكمل حياتك، وخصوصا صحتك النفسية اللي انا اصلا عامل القناة دي علشان مهتم بيها، هي الصحة النفسية. فلو انت عاوز تهتم بصحتك النفسية يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، ويا ريت تقترحوا عليا في الكومنتس على مواضيع جديدة نتكلم عنها الفيديوهات الجاية. وافتكر دايما ان في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.